السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الأعزاء، طلاب الصف الثالث الإعدادي، مرحبا بكم من قناتكم قناة مصر اللغة العربية ومستر محمد سمير والفصل الدراسي الأول 2026. ما تنساش تشترك ابن العزيز وبنت العزيزة في قناة مصر اللغة العربية، وتشارك الفيديو الأوسع نطاق لأن نشر العلم فيه خير كثير. وبيكم أبناء الأعزاء، قناة مصر اللغة العربية تبقى أفضل قناة على مستوى الجمهورية. نبدأ بسم الله. أبناء الأعزاء، عندي خدنا اللي هو المنادى المعرب، مضاف، شباب المضاف، نكرة غير مقصودة. بنكمل مع المنادى المبني. المنادى المبني ابن العزيز اللي هو رقم واحد في المنادى النكرة المقصودة، ويقصد بها نداء شخص معين تتوجه بحديثك إليه. يا طالب اجتهد، فأنت تقصد طالبا بعينه تعرفه وتوجه إليه نصيحتك بالاجتهاد. لا ينون، يا عامل اتقن عملك. طبعا حكم المنادى مبني على ما يرفع به. لو قلت يا طالب منادى مبني على الضم في محل نصب، يا طالبان منادى مبني على الألف، يا معلمون منادى مبني على الواو في محل نصب. المنادى النكره غير المقصوده يا جماعه، الفرق بين ده ودوتي، النكره المقصوده بيبقى طبعا مبني، اما المنادى الغير المقصوده بيبقى معرب. هنا لا ينون، هنا ينون. هنا حكم مبني على ما يرفع به، هنا حكم معرب ومنصوب سواء بالفتحه او بالياء او بالكسره. دي بالنسبه للنكره المقصوده، اول نوع من انواع المنادى المبني، والفرق بينها وبين النكره غير المقصوده. نيجي بعد كده ابن العزيز مع المنادى العلم، هو ما كان كلمة واحدة ليست مضافة ولا شبيه بالمضافة، ويكون اسم شخص أو بلد، ويبنى أيضا على ما يرفع به. لما أقول يا علي أقبل، يا علي منادى مبني على الضم في محل نصب، نوع علم مفرد حكم واجب البناء. أيا محمدان، محمدان منادى مبني على الألف في محل نصب. أخالدون منادى مبني على الواو في محل نصب. أيا فاطمات منادى مبني على الضم في محل نصب، يبقى يبنى على ما يرفع به. يا مصر منادى مبني على الضم. يا فلسطين، يا غزة منادى مبني على الضم في محل نصب، نوعه علم مفرد حكم واجب البناء. عندنا نداء اسم الجلالة الله عز وجل، نقول يا الله أو اللهم منادى مبني على الضم في محل نصب، نوعه علم مفرد أو علم الإعلام حكم واجب البناء. ابن العزيز بكده يبقى احنا ختمنا درس المنادى ما بين المعرب والمبني. تقدر ان شاء الله تفرق ما بين المنادى المعرب والمنادى المبني. وطبعا بيكم ابناء الاعزاء، تبقى قناتكم المفضله قناه مصر اللغه العربيه تبقى افضل قناه على مستوى الجمهوريه. فما تنساش تشترك في القناه وتنشر الفيديو لاوسع نطاق، وتاخد اللقطه بتاعت اللي هو اللقطة بتاعة الشاشة ديتي، تاخدها لقطة شاشة من أجل أن أنت تستفاد مما بها من أمثلة توضيحية ومعالم تصويرية. طبعا في نهاية الفيديو دايما تكون من اللي هم دائما يصلون على النبي محمد. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. في نهاية الفيديو وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، وسلام الله عليكم أبناء الأعزاء ورحمته وبركاته. وإلى الملتقى في درس آخر من دروس النحو، وهو درس البدل.